السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم مطبخ أم جميلة. النهارده بقى نعمل شوية همبرجر تحفة. هنعمل همبرجر. هجيب نص كيلو لحمة واكون حمرة مكرملة بصلاية، هي بصلاية واحدة بس على نص كيلو، وهحضرها توم ده فيجيتار، احط 3 معالق، واحط فلفل اسود، واحط بهارات، واحط بابريكا وبصل بودر وتوم بودر، واضرب كل الكلام ده في بعضه ضربة كويسة لحد ما الانسجة يعني الانسجة بتاعت اللحمة تبقى مظبوطة. كل الكلام ده في بعضه وعليهم شوية ملح، ضربة حلوة بس لحد ما اخلص ضربه كله. ببتدي اعيده ضربتين كمان، يكون ناعم كده ومفهوش اي حاجة، ويكون البصل مكرمل. بس ببتدي ان انا بقى اكوره. انا عايزه اعملها يعني تخينه وحلوه، اروح اعملها مكوراها كده. وعندي غطا بطرمان، وابتدي بقى ان اكون جايبه كيس واروح حاطه في غطا البطرمان عادي جدا، ما فيهوش اي حاجه. ما عندكيش مكبس مش مشكله، انا قلت اوريكي ان في غطا بطرمان مش هتعمل اي حاجه، هي بس تعمليهم كده وتخلصيهم. النص كيلو انا المفروض ان هو طلع 8، عشان عاملاها تخينه مش رفيعه. بس بصراحة طلعت جميلة جدا، ما شاء الله. طلعت يعني تحفة، ما فيهاش اي حاجة من المواد اللي هي اي حاجة. هي بصل المكرمل بس بيديها طعم وريحة، حاجة جميلة. والتوابل اللي انا حطاها وبكده خلصتهم كلهم، طلعوا تقريبا 9 وحدات. ببتدي بقى اجيب طاسة كده يعني حتة زبدة كده صغيرة مش كتير، وابتدي ان انا احمرها كلها، اشوحها كلها، وبعدها احمر العيش، اطلعها واحمر العيش فيها. بس العيش بياخد تقليبه كده وتسخينه مطرح اللحمه اللي انا عاملاها، بيبقى ليه طعم جميل كده. بس لحد ما اخلص كل كميه العيش، وابتدي بقى ان انا ارصهم في صينيه، واحط بقى اكياس المايونيز. طبعا انا بعمل المايونيز ده في البيت وبعمل الحاجات دي، بس احنا كنا بالليل وقلت بقى ان انا اجيب الكاتشب والمايونيز من بره، يعني كيسين وكيسين مش حاجه يعني. لكن احنا بنعملهم في البيت بيبقوا حاجه حلوه قوي. هبقى اعملهم لكم واوريهم لكم. يعني احنا كنا عايزين ابني كان عايز يتعشى، وقلت بقى اعمل له حاجه سهله كده. بس عايزه اقول لكم طلعت جميله جدا، يعني برت مين، طعمها جميل جدا تحفه، وحاجه في البيت ونضيفه وانتي عاملاها بايديكي. وبجيب بقى جبنه الموتزاريلا واحطها على الوش، بحطها كده دقيقتين في الميكروويف تسيح، وبعدين بكون تسيح شويه. وبعدين ابتدي احط بقى العيش عليها، الوش عليها، بكون دهنها كده بحاجة بسيطة من الزبدة بس، واحطه في النار. بص الجبنة عاملة ازاي، ما شاء الله طالعة جميلة جدا. وبالهنا والشفا على كل اللي كان يا رب. جميلة. بالهنا والشفا. السلام عليكم.